قال: وما أكثر ما يقدم العبد ما يحبه هو ويهواه، أي يقدم هوى نفسه وما يحبه من ملذات الدنيا وفتنها على محبة الله عز وجل وعلى أمر الله عز وجل. فهنا يمتحن العبد إذا كان صادقا مع ربه تبارك وتعالى. قال: أو يحبه كبيره وأميره وشيخه وأهله على ما يحبه الله تعالى. ولذلك جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عنه الناس. قالت: ومن أرضى الله بسخط الناس أرضى الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. قال رحمه الله: وسنة الله تعالى في من هذا شأنه، أي أن يقدم، مقصود كلامه رحمه الله هو أن يقدم المحبوبات الأخرى على الله عز وجل. ماذا يكون حاله؟ قال: أن ينكد عليه محابه وينغصها عليه. وقد جاء في معنى هذا فيما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل يغار، وغيرة الله عز وجل إذا كان الإنسان يقدم محبوبا على الله عز وجل غيره سبحانه وتعالى. قال: ولا ينال شيئا منها إلا بنكد وتنغيص، لأنه خالف مقتضى المحبة، وأن المحبة إنما تصرف لله عز وجل. قال: جزاء له على إيثاره هواه وهوى من يعظمه من الخلق، أي هوى من يقدمهم وتكون محبتهم لهم أكثر من حب الله عز وجل. الله تبارك وتعالى قال في كتابه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فانظر كيف عبر الله عز وجل ووصف سبحانه أهل الإيمان بأن محبتهم لله هي أعظم المحبوبات. قال: وقد قضى الله تعالى قضاء لا يرد ولا يدفع. وإذا قضى الله عز وجل أمرا فلا راد لقضائه وأمره سبحانه. قال: أن من أحب شيئا سواه، أي أحب شيئا غير الله عز وجل وتعلق به، وكانت تلك المحبة أكثر من حبه لله، قال: عذب به ولا بد، أي عذب بذلك المحبوب، لأن هذه المحبة لغير الله عز وجل، وقد تكون تلك المحبة أكثر محبة لله تبارك وتعالى. قال: وأن من خاف غيره، كما في المحبة تجري الأمور الأخرى. قال: وهذه من العبادات القلبية، الحب والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة، هذه أمور عبادات قلبية. قال: وأن من خاف غيره سلط عليه. قال: وأن من اشتغل بشيء غيره كان شؤما عليه، أي الذي يشتغل بغير الله عز وجل كان تكون نيته لإرضاء الناس ونحوهم. قال: ومن آثر غيره عليه، أي آثر الناس على أوامر الله عز وجل. قال: لم يبارك فيه. ومن أرضى غيره بسخطه أسخطه عليه ولا بد. وهذا مما ذكرناه كما جاء في قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال: والأمر الثاني، هذا الأمر الأول لاستقامة القلب، الأمر الأول ماذا؟ حتى يكون القلب مستقيما، أن تكون محبة الله عز وجل في القلب لا تتقدمها محبة أخرى من غيره سبحانه. الأمر الثاني لاستقامة القلب، قال: الذي يستقيم به القلب تعظيم الأمر والنهي، وهو ناشئ عن تعظيم الآمر الناهي، فإن الله تعالى ذم من لا يعظم أمره ونهيه، وقال سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. الأمر والنهي أن يعظم الإنسان أوامر الله عز وجل، وأوامر الله عز وجل يعظمها الإنسان إذا كان يعظم من أمر بها ونهى عنها من الأوامر والنواهي. والأوامر هي الطاعات والواجبات التي أمر الله عز وجل بها عباده، فإن العبد لا يعظم هذا إلا إذا كان معظما لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وللحديث بقية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.